السلام عليكم. مساء الخير الاخوان، نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نخصوه للكتاكيت فاش غادي نجيبوهم من الحاضنه للبلاصه فين غادي يترباو ان شاء الله حتى يوليو دجيجات. يعني حاليا هما راه فلالس في العمر ديال 25 يوم، غادي نحيدوهم من ديك البلاصه. كنت هاد اللي بنخليهم ان شاء الله حتى العمر ديال شهر، ولكن صافي 21 يوم راه كافيه. 21 يوم، 22، 23 حتى الشهر راه لك تكون خصو يخرج للمسراح، خصو يتحرك، خصو تيساع، خصو بزاف د الحوايج. المهم البلاصه البارح راه نقيتها، عقمتها وريقلتها. دابا ان شاء الله اجي نوريها لكم ونكملوا ان شاء الله الخدمه ديالنا ونجيبوا الفلوس ديالنا هنا، واجيو تشوفوا معايا البلاصه فين تنربي العتوكه. هاد البلاصه راه اخر مره ربيت فيها، وربيت فيها 100 عتوكه ديال في يومي لواحد الاخ. راه حتى الله يسر ليه عقمت البلاصه، خليت البلاصه واحد تقريبا دابا شي 15 يوم ما داز فيها والو. عقمتها مزيان البارح، عاوتاني عاودت عقمتها. ودابا ان شاء الله نديروا لها النجره ديالها، نجيبوا له كالات الشرابات ونقادوا المسائل كاملين. تبعوا معايا ان شاء الله، ونتمناو لي لايك ديالكم الاخوان للفيديو باش تعاونونا ان شاء الله باش يتحرك الفيديو، حيت كل ما كثروا لي لايك، كل ما لي كومونتير، كل ما الفيديو كيتحرك مزيان ولا دير لي فيها الخير. بالنسبه هذا هو الضو ان شاء الله اللي غادي يخدموا مع العتوكات. انا قلت هو الاول. المهم الضو راه دايز هنا. بالنسبه لهاد البلاصه هي هاد الدواء اللي كتشوفوا راه من احسن الدويات اللي ممكن تخدموا به الناس اللي تيعانيو من الكرات والكميله وداك الخير. الدواء كامل راه كترشوه على المسكن، راه ما تيقتل لا الدجاج لا فلالس لا والو، ولكن عندك غير ما يتخلطش مع الماء، ما يتخلطش مع الماء ويطرش. ها هكا راه بركه. هنا راه كاينه التهويه كافيه الحمد لله، الاتساع راه كاينه. ان شاء الله نتمناو يكبروا هنايا في صحه جيده، وانتم راه تشوفوا كيفاش غادي نخدم معاهم، ونتمناو خير ان شاء الله، وتشوفوا نشوفوا جيل جديد من الخليط ديالنا في هذه المزرعه. يلا خليكم معنا. يا الاخوان مسائل راه مقاده، راه هذا الخير راه ضروري منه. عندك النجاره، شوف واحد الحاجه بعدا، راه النجاره من احسن من التبن. هذه راه الناس الدراري اللي تيخدموا الفلوس راه الا جاب الله خدموا بالتبن وعاود خدموا بالنجاره راه غادي يعرفوا الفرق. احسن حاجه تخدم بها الفلوس هي النجاره. ها انتم دابا كما كتشوفوا الامور هنا راه مقاده. دابا غادي نمشيو نجيبوا الفليلسات ان شاء الله. بالنسبه للطريقه اللي غادي تشوفوا معايا في هذه القناه ان شاء الله باش نخدم هذا الفلوس، راه نفس الطريقه تنخدم مع كل شيء، سواء الناس اللي تنكبروا لهم العتوبه، سواء ديالنا، سواء الفلوس. راه كل شيء راه الحمد لله. راه الحاجه الاولى اللي تنضربوا عليها تما راه هي النقه. هي النقه ونبعدوا ما امكن من الامراض، حيت كل ما طلعت العتوقه ولا كل ما طلع الفلوس بدون امراض وبلا مشاكل راه الحمد لله يعني تيطلع مزيان. اما الا جاب الله من الامراض من صغرو وهذاك راه العتوقه ما كطلعش كما بيتيها. او ماركه كده الاخوان راه جبتهم. اللهم بارك. هما الكتاكيت ديال 4، اللهم بارك، ديال 25 يوم. 25 يوم. اللهم شاء الله تبارك الله. بارك اللهم بارك. ونتمنى ان شاء الله يسخر لنا هذا الخير. هما الكتاكيت ديالنا. بسم الله.
ها انتم الاخوان، هذه هي البركه اللي غادي نربيو ان شاء الله. ها انتم الكتاكيت كما كتشوفوا راه نفس التربيه اللي تيمشي عند كليان هي باش خدمنا، يعني ما تنفرقوش بلي انه زعما هكا ولا هكا. وان شاء الله راه غادي نبقاو نبارطاجي معكم الخدمه ديالنا حتى مع الفلوس اللي تيمشي مع الكليان. وغدا ان شاء الله راه كاين فيديو جديد اللي غادي ان شاء الله نخدموا عليه مع الكتاكيت اللي غادي نمشيو عند الناس، اللي غادي نعطي فيه اللقاح ديال الكومبورو، وبطبيعه الحال النظافه ضروري منها، وغادي تشوفوا كلشي ان شاء الله. ايوا هذا الخير هو اللي كاين في هذا الفيديو ان شاء الله. نمشي نقد باقي تابعني الشرابات وتابعني الوكالات نقدهم، غادي تشوفوهم ان شاء الله. ونتمنوا ان شاء الله لكم الخير وخليت لكم الراحه الاخوان. نمشيو ان شاء الله نقدوا المسائل ديالنا. المهم الكتاكيت اللهم بارك ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن. اللي شاف الاخوان شي حاجه عجبته يذكر الله ويدعي معنا ان شاء الله بالتوفيق وبالتيسير. هذا الخير كلشي ديالنا الحمد لله، هذا الخير تنطوروا منه تنحسنوا منه ليكم نتوما الكليان اللي غادي تقداو عندنا. داك الشيء علاش نطوروا في الخليط باش نوصلوا لواحد النيفو ديال الخليط اللي غادي يكون مزيان. راه الناس اللي متبعيني من الاول راه شافوا الخليط اللي كان عندي راه ناقص بزاف، وبدينا نحسنوا شويه بشويه تفقيسه مراد تفقيسه، تنزيدوا اللي خاصنا في بحال دابا عندنا مشكل في التفقيسه في الجيل اللي فات اللي هو انا الذكور تيطلعوا لنا ضعاف واحد شويه على حساب فيه لا ليغور بزاف. اضطرينا اننا نحيدوا داك لا ليغور ونعوضوه ان شاء الله الحمد لله بالامروكو بالسوسيكس تريكولور، وخلينا نفس السلالات من استرالو. دابا حاليا هذا الخليط فيه في الذكور كما شفنا في الخليط قبل من هذا راه فيه لا ليغور الاحمر والابيض والاسود والارجنتي في الذكور. دابا هاد الخليط الحمد لله راه فيه غير الاسترالوب، وكاين الاخوان السوسيكس الارميني السوسيكس تريكولور، وكاين هذاك الامروك. ونتمنى ان شاء الله خير باش نجيبوا لهم الشرابات ديالهم والوكالات. ايوا اللهم بارك ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله التيسير للجميع. اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه الخدمه ديالنا الاخوان نتمنوا تقبلوا علينا هكا باش خدامين. السلام عليكم الاخوان. انا كما درت لهم الاخوان دابا نتسناو ان شاء الله الكتاكيت ديالنا هما بعدا راه عرفوا الوكاله حيت فيهم الجوع. دابا نخليهم باش ياكلوا كاملين، والشرابه هي درت لهم وحده راه كافياهم، وكالات درت لهم جوج حاليا حتى هما راه كافياهم. هنا تقريبا غنزيد فيه جوج وكالات ولكن ماشي دابا تيقفلوا شهرين ان شاء الله. المهم هما الكتاكيت ديالنا راه مساكن راه فيهم البرد مع ولفوا ديك الحضانه سخونه شفتهم هنا مساكن ويولي فيهم البرد. دابا نخليهم واحد شويه ان شااء الله ياكلوا يشربوا. وإلا قدرت هذاك الا قدرت غادي نجيب واحد هذاك واحد السخان صغير هذاك اللي شفتو عندي في الفيديو اللي فات في الحاضنات الصغار، وغادي نخليه هنا باقي واحد 3 ايام تيولفوا شويه ولا ديري فيها الخير. يلا خليكم الراحه الاخوان، تهلاو لي في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.